السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن مع أنواع السلوق. هناك عدة أنواع من السلالات السلوق، نذكر أبرزها وأكثرها تميزا. فلتكن البداية بالسلوق العربي. فالسلوق العربي الأصيل كل البحوث والدراسات الموضوعية الغير متعصبة والغير شعوبية تقول أن أصله من مدينة سلوق باليمن، وهذا ما ذكره ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان. قال: قد وجدت سلوق مدينة ينسب إليها الكلاب السلوقية باليمن، ومنها اشتقت التسمية. انتهى كلامه. ناهيك عن عدة نقوش صخرية تثبت ذلك. أما التواجد المنتشر هنا وهناك فهو بسبب نقله عبر الفتوحات الإسلامية أو قبل ذلك. إن الموطن والأصل ومهد هذا الكلاب السلوقية هو اليمن، هو موجود بها منذ عصور الحجرية، أي منذ أكثر من 16,000 سنة قبل الميلاد. تعد كلاب السلوقية العربية من أقدم السلالات الكلاب المستأنسة في العالم، وهي تشتهر بالرشاقة والذكاء والقدرة على التحمل والوفاء لأصحابها. وأكثر شيء يميزها عن السلالات الأخرى قدرة التحمل للجري لمسافات طويلة، وهذا ما يجعلها تتفوق حتى على الفهود في هذا الجانب. السلوق الإيطالي يعتبر أصغر أنواع الكلاب الصيد. صغر حجمه يوحي أنه كلب زينة لا كلب صيد، لكن قديما كان يستعمل لصيد الطرائد الصغيرة كالأرانب. أيضا يستعمل للسباقات، وقد عرف منذ القدم عند الطبقة الأرستقراطية كحيوان زينة، فهو أول كلاب التي كانت تربى بالمنازل لشكله اللطيف. أما اليوم فغالبا يربى لأجل المعارض أو السباقات. السلوق الإسباني المسمى بغالغالو يرجع أصله إلى السلوق العربي، فعند فتح المسلمين للأندلس اصطحبوه معهم، وقد تم تهجينه مع السلالة المحلية، فنتج عنه السلوق الإسباني المعروف بالغالغالو. يتميز هذا النوع باختلاف هيكله العظمي عن باقي الأنواع، وذلك بامتلاكه عضلات أصغر وذو ظهر منتصب للغاية، مما يمكنه من الجري برشاقة أكبر. السلوق الروسي أو ما يسمى البرونزاي من بين الكلاب الأكثر جمالا بشكله المثير للإعجاب، هو عبارة عن حزمة أميرية من القوة والرشاقة والسحر، تحلق بالسرعة 35 إلى 40 ميلا في الساعة. لا يغرنك شكله الأنيق اللطيف، فقديما كان يستعمل لصيد الذئاب. السلوق الأفغاني هذه السلالة قديمة جدا، حيث توجد سجلات منذ 1000 سنة قبل الميلاد. حصل على هذا الاسم لأنه تم العثور على هذه الآثار في أفغانستان، وفي عام 1880 انتهت الحرب بين الأفغان والبريطانيين، تم نقله إلى أوروبا، وهذا يفسر سبب تواجده الكبير في أوروبا. وقد أصبح من أكثر الكلاب تقديرا في المسابقات الجمال لخصائصها الجسدية المتميزة وأناقتها الرائعة. السلوق الاسكتلندي يتميز بأنه أنحف أنواع السلالات جميعا، ولكنه أكبر حجما وأكثرها كثافة للفرار، ذات ملمس خشن. تم استخدام لصيد الغزال الأحمر بشكل خاص. كانت هذه السلالة يمتلكها فقط أصحاب الأراضي والطبقات النبيلة في بريطانيا. وفي الأخير شكرا لكل من أصغى واهتم. شكرا.